كابتن رضا عبد العال نادي الزمالك لو ما باعش زيزو خلاص هيلبسه لانه اصبح طيشه في الملعب. اعمل لايك للفيديو ده ابو الصحاب وشير الفيديو في كل مكان، وتعالى نسمع رضا عبد العال قال ايه وبعدين نرجع نرد عليه. خلينا نروح للاعب برضو عليه علامة استفهام او علامات استفهام في ادائه، هو زيزو. في تراجع في المستوى في الفترة الأخيرة. هل ده بسبب رغبة زيزو إن هو كان عايز يمشي في يناير وكان عنده عرض من الشباب السعودي حسب ما اتقال أو حسب العروض الشفهية اللي جات له، فبالتالي مأثر عليه، كان وصل العرض ل 8 مليون دولار فمأثر عليه، ولا ده راجع لوجود الصفقات الجديدة الكتير اللي الزمالك عملها؟ أقول لك واحد جاي محطم من المنتخب، جاي محطم من المنتخب، بيروح عالي قوي، يرجع الزمالك يقعد 3-4 ماتشات قبل ما يرجع ويستعيد مستواه تاني. تمام. رقم 2، انا لو من مجلس الاداره كنت بعته واستفدت بفلوسه للسنه اللي جايه عشان اجيب صفقات اقوى. المجلس كان حاطط 12 مليون دولار علشان يبيع. ليه يعني؟ هو ميسي ماشي، بس هو في النهايه عايز يستفيد. ما انت كده مش هتبيعه. ما خلي بالك ان انت اخر الموسم ده هو هيمضي لاي حد ببلاش. صح ولا غلط؟ اللي هو في نص الواحد اللي جاي. لا ممكن هيقعدوا معاه، ممكن ليه؟ طب وليه ابوظ تاني اوضه اللبس ليه؟ ما انا بنزل ممكن بعد الصفقات اللي جت دي يا كابتن رضا، غير الصفقات اللي هتيجي، الا في حاله واحده، لو ما رجعش لمستواه. لو قعد كده وبقى طيشه في الملعب والكلام ده، يا بلاش طيشه يعني ملوش دور مؤثر. ممكن بقى يمضي اللي نادي الزمالك عايزه، لان مش هتجيله عروض. هي جات له العروض ليه؟ لان كان اعلى لعيب في مصر. صح. واخطر لعيب في الدوري المصري كله. صح. فعشان كده جات له العروض. انما هو دلوقتي لو جه لطش الفتره اللي جايه والفتره في نص الموسم اللي جاي، ايه اللي هيحصل؟ يبقى انت خسرت 8 مليون دولار. انا بال 8 مليون دولار دولت كنت جبت 4 لعيبه بقى 5 من العيار التقيل، واخد بالك، على اللعيبه اللي هي جت دي، او اللعيبه اللي هي جت السنه دي، مع كام لعيب. انت بتتكلم عن السنه الجايه. ايوه، مع اللعيبه اللي هو هيجيب 4 لعيبه لسه. ما انا بقول لك كانت الفلوس دي تنفعهم. واخد بالك، ويبقى انت استفدت. لانك انت زيزو لو قعد دلوقتي هو بياخد في السنه كام؟ 35 مليون. لا مش 35، 25، 15. طب ما الزمالك فيه فلوس يا كابتن، بدليل انه جاب 10 لعيبه. يعني انت جاب 10 لعيبه في اسمع بس الكلام. انت دلوقتي كله 10 لعيبه، كله 4 مليون، 3 مليون، 7 مليون، 6 مليون. انت فاهمني؟ نزلت انت بالسقف اللي كان عالي. مع عبد الله. ايه؟ مع عبد الله. انا لو بتفاوض مع عبد الله مع كل الاحترام وهو نفسه يبطل في نادي الزمالك كان جيب بلاش. كنت جيب بلاش ليه يا كابتن؟ هو انت تلعب في حته ببلاش. لان بص، اسمعني بس، اسمعني. الزمن اتغير يابا. لا مش العقليه. زمن ايه؟ ده كان هو ما يلعبش في حته ببلاش. اعمل لايك للفيديو ده ابو الصحاب عشان في كلمتين مهمين عايز اقولهم لك في قصه بيع زيزو وقصه عبد الله السعيد يجي النادي ببلاش، وهشرح لك ليه دلوقتي، وكمان هتكلم عن قصه ان زيزو يمشي من الزمالك. بس اعمل لايك للفيديو وتعالى هقول لك حته مهمه جدا جدا جدا. هو زيزو لو قعد وما لعبش هل هيجيله عروض؟ طبعا لا، مش هيجيله عروض. لا، لو بقى طيشه زي ما رضا عبد العال بيقول هل هيتباع؟ لا مش هيتباع. هل بدل ما كان ب 8 مليون دولار هيقدر ينزل السعر ده وممكن ما يجيبش 2-3 مليون دولار؟ هيحصل طبيعي ان انت ما تكونش في مستواك وان انت ما تكونش عامل ضجه زي الفتره اللي فاتت. زيزو كان عامل ضجه في الدوري المصري فكان بينهال عليه العروض. لما هيجي في وسط مجموعه مش قادر يتسيستم معاهم، مش قادر يجيب اهداف، مش قادر يعمل اسيستات، ارقامه مش احسن حاجه، كل العروض اللي هتجيله هتروح وهتبقى يعني ايه، نادي الزمالك مش هيستفاد باي حاجه، ولا هيستفاد حتى بالصفقه، ولا هيستفاد بوجود زيزو كمان. يعني ايه يا عم اسلام؟ يعني بيع وما تبيع يا عم. يا عم بيع واخلص يا عم واستفاد بالفلوس. اسمع اللي بقول لك عليه، بيع واستفاد بالفلوس. هتجيب لك 4 5 6 صفقات من الدرجه الثانيه زي ما انت كنت جايب كده محمد عاطف وبتاع، وايه المشكله يعني؟ حاجه جميله برضك، ويعني هيمشوا هيبقوا مستواهم كويس والدنيا هتمشي معاهم.
تعالى بقى اكلمك عن قصه عن عبد الله السعيد لما يجي نادي الزمالك يلعب ببلاش. هقول لك يلعب ببلاش ليه. مش ببلاش ان هو ما ياخدش فلوس خالص، لا. يعني اللعيبه كلها بتاخد 10 مليون وهو ياخد 5 مليون، اللعيبه كلها بتاخد 20 مليون وهو ياخد 10 مليون. ويجي النادي لما اجي اتعاقد معاه يجي فري، ما يجيليش بفلوس. لان لاعب لما يكون جاي هيقعد معايا سنة او 2 فانا مش هستفاد منه على المدى البعيد، مش هبيعه لنادي تاني، فهو هيقفل خلاص. انا هدفع الفلوس دي عارف ان انا مش هجيب من عبد الله السعيد فلوس تاني، او انا مش هدفع، مش هيخش للنادي فلوس تاني من ورا بيع وشراء عبد الله السعيد. فبالتالي هيجي يلعب مش مهم، يلعب سنة 2 ياخد 5 مليون 6 مليون، انما ما ياخدش بقى الارقام اللي احنا سمعناها ويجي كمان بفلوس. ايه يا جدعان ده؟ ايه اللي بيحصل في الكرة المصرية ده؟ لازم نظبط الدنيا عشان خاطر يمشي علينا كأهلي وزمالك، لان ده بيتطبق هنا وبيجي هنا ما بيتطبقش، فالنادي ده بياخد صفقات والنادي ده بياخد، فالدنيا بتبقى ملخبطة. الدنيا بتبقى ملخبطة، لازم نوزن الناحيتين، اوزن هنا واوزن هنا، وعشان الدنيا تبقى ماشية والدنيا تبقى جميلة. شكرا لكل الناس، اتمنى تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. حبايب قلبي.